يكون مبرر باش الله سبحانه وتعالى يسمح لنا ويتجاوز علينا. أما الشريعة فتقول أنه إذا غزيت أرض الإسلام فإن على الرجل والمرأة أن يخرجوا لكي يدافعوا عن أرض الإسلام، وتخرج المرأة بدون إذن زوجها. هذا هو الفقه ديالنا. إذا كان شي فقه أخرى السكاف يقولوا لي هادشي اللي قرينا حنايا. بغيتوا تغيروا الفقه غيروه، جيبوا العلماء اللي فيهم الثقة وغيروا هذا الفقه هادشي اللي كيقول. بغيت نسولك ابن إيران، بما أنك تتكلم عن الجهاد، واش الجهاد كاين في كازا؟ واش الجهاد كاين في طنجة؟ واش الجهاد كاين في الرباط؟ الجهاد راه في غزة، سير لغزة، ولي كنتي راجل ما تخبعش مع مقاولة سماح في القوادس، فهمتي؟ وجلس مع سكان غزة، جلس معاهم فوق الأرض وتحمل الجوع وتحمل القصف وتحمل الدمار، ماشي جالس هارف على 7 المليون والمعاشات والطوموبيل والدار وتجلس ودير فهمتيني ولا لا وخرجوا الجهاد. والنقطة الثانية، ملي هضرتي على الجهاد النساء أنهم يخرجوا بلا إذن الأجواز ديالهم، دي معاك بنتك بالإذن ديالك، ولا بنتك سمية بن كيران ما داخلاش في الإطار ديال المسلمات خاصهم حتى هما يجاهدوا، فرض عين وفرض كفاية. ما نقولك صيفطها لإيران جاهد ضد إسرائيل، لأن إيران عارف شنو كاين تما، كيتجاوز المتعة، كاين جهاد المتعة. صيفطها لغزة، إما اللي صيفط لك إيران راه حساب واحد آخر، ما كاين يا زينبية يا نرجسية يا علي وتهبط عند ويالي الفايق، وما كاين غير راه برا. وإني أعطيتك جسمي متعة وقضية، فهمتي؟ الجهاد راه ما كاينش في كازا، الجهاد راه ما كاينش في الرباط، الجهاد ما كاينش في ميناء طنجة، الجهاد راه كاين في غزة. ما حشمتيو الكلاب حش السامعين، انتم كلاب، ما حشمتيو وما استحيتيو كتقولوا كلنا إسرائيليون. واش هذا الوقت ديال كلنا إسرائيليون؟ هذا هو الوقت ديال كلنا إسرائيليون؟ سمحوا لي كتقولوا لي ما تعايرناش، والله تنعايركم وديروا اللي بغيتيو. اش كتسواو الحشرات تجيو تردوا عليها بالاله من كيران؟ شكون نتوما؟ شكون نتوما باش تردوا عليا؟ اولا ما كاين غير الكلب غير انت، والكلب باك ليها ما رباك، والكلبه هي امك اللي ما رباتكش الادب كيف تتعامل مع المغاربه. طز قال لك انا ودا 3 ايام حتى ولا رئيس حكومه سابق كيصف المغاربه بالكلاب. ايوا مالك البلاد يا الحمار ملي كيبغي يخاطب المغاربه تيقول لهم الشعبيه العزيز، الشعبيه الوفي. ولكن باين نتايا قلتي ماشي مغربي، قلتي امك شاميه وباك ما عرف منين، كانت فيك الزريعه ديال انت مغربيت، تعرف كيف هذا. وشكون نتوما؟ حنا هما يا الكلب اللي طلعناك في الانتخابات، وحنا هما اللي نزلناك في الانتخابات، وحنا اللي نعاودوا لامك الترابي، فهمتي؟ يا قليل الترابي يا كبير الكلاب، فهمتي؟ شكون اللي قال شي كلنا اسرائيليين؟ شكون؟ نقول لك طز فيك وفي اسرائيل وفي مقاولة سماح اللي انت الكلب ديالها، طز فيك وفي الخاميني اللي انت الكلب ديالو، فهمتي؟ ما كاين غير المغرب اولا واخيرا، وما كاين غير تازا قبل تزا، وحنا مع مصلحة المغرب واخا تكون فهمتي؟ كتقولوا فعوض ما تقولوا بن كيران كتقولوا بن ايران. ياه انا ابن ايران من اللي وقفت في وجه اسرائيل، ما عندي من دون، واعتز بذلك. وتبتي فعلا انك ابن ايران،
فعلا انك ابن الزنا، فعلا انك ابن زواج المتعه. لو كنتي ولد الحلال، لو كنتي ولد الاصل، لو كنتي مغربي مأصل، ما تقولش المغاربه يا الكلاب، يا كبير الكلاب. من اليوم خوتي المغاربه بقى تعيطوا له ابن كيران، ابن ايران، ابن زواج المتعه. لو كنت فعلا انك نطفه لقيت نطفه نقيه ما تواجهش المغاربه داك رغم الاختلاف معهم. والاختلاف راه ماشي كان لا اسرائيلي يا الكلب يا كبير الكلاب. الاختلاف هو انكم تتعبدوا مقاوله سماح. الاختلاف الكبير اللي بيننا وبينكم يا الخوانجيه هو انكم ما كتهمكمش فلسطين وما كتهمكمش القضيه الفلسطينيه، رغم ان هذيك حرب وداك الشيء. ولكن انا التوجه الخارجيه والتوجه ديال سيدنا ما علينا الا الطاعه عليه، لانه هو حل الدولتين. ولكن نتوما يا الكلاب يا الزنادقه يا الحشاشين ديال هذا العشر، يا ابناء حسن الصباح، كي كان فعلا بغيتي فلسطين تقلبوا على الحل، والحل هو حل الدولتين، ماشي المقاومه والمقاوله والممانعه. وخير دليل هو المعركه المسرحيه اللي دازت ما بين ايران واسرائيل وقطر اللي كتفتخروا بها، راه حتى هي داخله في اللعب. لو كان عندكم العقل، ولكن نتوما عندكم العقل ماشي ما عندكم، لو كان فعلا النيه ديالكم خالصه وصادقه كان فهمتيوها وخرجتي واعترضتي المغاربه، لان المغاربه ما تيقولوش كلنا اسرائيليين، تيقولوا اجتاز قبل غزه. ونزيدك والبارح السماره فين كنتي يا الكلب يا السماره يا قليل الترابي؟ ما شفناكش، ها ما قلتي والو على السماره، ها ولا ماشي قضيتك، ها تعالي هذيك ما فيهاش الصرف، ما فيهاش الفلوس جايين من الولايات الفقيه ومن قطر ومن اردوغان ها. انا شوف كاين فضائح ديال مقاوله السماح، تتقتل الفلسطينيين، كتسترزق بالفلسطينيين، كتسرق المساعدات، واللي تحداكم تهضروا عليها وتهضروا على الفضائح ديال مقاوله السماح اللي دايره في غزه الان. ونقولها لك يا ابن ايران يا ابن زواج المتعه يا ولد الزنا معنى الكلمه. تحياتي خوتي المغاربه، وسمحوا لي كانت شي كلمه، ولكن هاد ولاد الزنا هاد ابناء المتعه خاصهم هذه الطريقه، لان الطريقه ديال الاداب وداك الشيء ما كتصلحش معهم، لانهم طريقه الادب كتكون مع ولد دارهم. ولكن ولاد الزنقه ولاد الزنا ولاد زواج المتعه تيخصك ترشم ديال امهم. تحياتي، ما كاين غير المغرب وتازا قبل غزه، والمغرب قبل العالم كامل. تحياتي.